السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختيار الأصدقاء شيء مهم جدا في حياة الإنسان، سواء كان رجل أو امرأة، لأنك باختيارك لأصدقائك بتحدد مصيرك، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. إن كان الأصدقاء اللي أنت بتختارهم في حياتك الدنيا أصدقاء أهل إيمان وأهل صلاح وأهل تقوى، فده هيكون بشارة خير لك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإن كانوا غير ذلك فهذه نظارة شؤم والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول لنا في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الله سبحانه وتعالى يبين أن الأخلاء أي الأصدقاء والأصحاب بعضهم يوم القيامة لبعض عدو، بيهربوا من بعض، بيفروا من بعض، بيلعنوا بعض. هؤلاء الذين اجتمعوا على المعصية، هؤلاء الذين اجتمعوا على سخط الله سبحانه وتعالى، ارتكبوا المعاصي، ارتكبوا الذنوب، فعلوا كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، ولذلك كلهم يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا. بل اسمع إلى ذلك وإلى هذه الآيات الطيبات المباركات التي تبين حقيقة المشهد ومدى الندم والحسرة من هؤلاء الذين اجتمعوا على الحرام واجتمعوا على معصية الله تبارك وتعالى. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الإنسان الظالم الذي اتخذ أصدقاء سوء وأصدقاء الفجر والطغيان والكفر، ورضي بظلمهم ورضي بطغيانهم ورضي بمعصيتهم وشاركهم مع فيها، يعض على يديه يوم القيامة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا الصاحب وهذا الصديق هو الذي أضلني عن طريق الحق وأضلني عن الصراط المستقيم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فكما أن هناك شياطين من الجن فهناك أيضا شياطين من الإنس، وشيطان الإنس أشد تأثيرا على الإنسان من شيطان الجن، لأن شيطان الجن يوسوس لك وأنت لا تراه، يوسوس لك وهو خفي عنك. أما شيطان الإنس فهو أمام عينك، يزين لك المعصية ويدعوك إليها ولا يتركك أبدا حتى تفعلها معه وتقع معه فيها. ولذلك لابد أن نختار الأصدقاء بعناية بالغة. عليك أن تختار صديقك، وأنت عليك أن تختاري صديقتك، لأن الصديق الصالح يكون سبب نجاة لك في الدنيا والآخرة. وخير الأصحاب من ذكر صاحبه بالله وباليوم الآخر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ليه؟ لأنهم كانوا يجتمعون على طاعة الله، يجتمعون على مرضاة الله سبحانه وتعالى، فلذلك الله يؤمنهم يوم القيامة، لا يخافون من الفزع ولا يخافون من أهوال يوم القيامة، لأنهم قد أخذوا البشرى من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا الصاحب ساحب، فاختر صاحبك واختر صديقك الذي يأخذ بيدك إلى طريق النجاة وإلى صراط الله العزيز الحميد. وإياك أن تغتر بهؤلاء الذين يفعلون الحرام
ويفعلون المنكر، والله يعطيهم ويزيدهم من كل شيء يتمنونه في الحياة الدنيا، إنما ذلك استدراج من الله لهم، لا يغرنك كافر في نعمة أبدا، إن الله جل وعلا يستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فالله سبحانه وتعالى يكيد بهم ويمكر بهم، فلا تنخدع بما هم فيه من نعيم ومن زهرة الحياة الدنيا، إنما يريد الله تعالى ليفتنهم بها حتى يموتوا على ذلك فيكونون في أشد العذاب. اختار صديقك واختار صحبك بعناية فائقة حتى تكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. هدانا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.